هذا ميساج ليكم يا بنات القحاب، سمعوا مزيان يا بنات القحبات. المغاربه ما بقاوش كيتزوجوا بالمغربيات، صافي سالينا ما كاين لا جواج بشي قحبه لا والو. ديروا المدونه ولا ديروا الزبي ولا ديروا اللي بغيتو، سيروا مشيو تقودوا نتوما ود المدونه ديالكم. المغاربه ما بقاوش كيتزوجوا بالمغربيات، عرفوهم هي الطاكوس، كيتحواو اصلا عيب طاكوس. وعاد حنا عاد تدعوا لنا كرنا بالمدونه. اللي عنده شي ولاد طوما بور الكول يمشي يقود، يخليهم لعندها ويمشي تقود. ما هي طلقت هي طمعتي في الفلوس، بنت القحبه ما طامعاش في الراجل باش تبقى معاه وتعيش حياتها وتجمع الشمل لولادها وتعيش بخير. باغا غير الفلوس بنات القحبات، ولا باغي الفلوس هانتوما تبقاو بايرات، والملك بكر يخليكم بايرات وتبقاو بايرات حياتكم كامله القحبه امكم، ويولي الفساد والخنز والوسخ والمسخ. خويا انت راك ما كتعرفش في العيالات المغربيات، حيت ما عمرك تزوجتي وما عمرك عرفتي الجواز شنو هو. وسمح لي وما ديرش مني مقلد الصواب، انا ما كنعرفكش. هذاك الشيء علاش كنقول لك هذيك اللي موراك كتهضر على المدونه والزبي وفرحانه، وبقاي معاك كرك تماك. انت بغيتي تزوجي بالراجل عيد ديريه مشروع، ماشي تزوجي به على سنه الله ورسوله. باغا ديري اي مشروع، باغيين الفلوس الله ينعل القحبه امكم. واشنو دابا صافي ارتحيتو تهنيتو بقيتوا لي على خاطركم؟ كلام المعقول. عجبكم القانون ديال مدونه الاسره الجديد؟ واسمعوا معايا مزيان، والله العلي العظيم لا عاود دابا شي واحد يتزوج، والله لا عاود شي واحد حط رجليه عند العدول. باش نكونوا واقعيين، دابا كلشي غيولي خايف دابا صح وبزاف. المراه على راسنا وعلى عينينا، اييه نموتوا عليها ونقدسوها سيدي. المراه فيها اختنا وفيها امنا، وتستاهلوا اي حاجه. 20% من الصالير تستاهلوا اكثر باش نكونوا واقعيين. والدار واش نتقاتلوا قدر الله وطلقنا، نخرج انا نبات في الزنقه، نخرج انا نبات في الشارع محشومه، تولي انت تاخذي الموافقه بلا اذني. هذا هو المشكل. وتهزي الوليدات وتديهم لي انا لواحد اخر ما عارفين، تجي للامارات ولا السعوديه وما عاوش نشوف انا ولادي. وهذه راه حقره وهذا راه ظلم. كتطلبوا بالمساواه، كتطلبوا بالمساواه 50%. بغيتوا هذه القضيه هذه الله يستر لكم فيها البركه. الصداق نعطيو 50 تعطونا 50. مرحبا مزيانه، فكره مزيانه. الزواج نص بالنص، مرحبا. 60 دجاجه 3 كيلو الشعريه 3 كيلو الشعريه حولي. مساواه، نخرج نحط التماره، نخرج نتقاتل نضرب تماره، نهبط كاميو ديال الطحين، نهبط نص كاميو ديال الطحين، تهبط نص كاميو ديال الطحين، نهبط رموك ديال الياجور، تهبط رموك ديال الياجور. وهذه هي المساواه اللي كطالبوا بها باش نكونوا واقعيين بزاف. انا ما مجوش، يلا ما مجوش، ما كاين غير فازلين والبوسان في المرايه. وقيلا نسيتي شي حاجه ما قلتيهاش. انت تقدر تحمل وتولد، ايوا هادشي اللي بقالك. حملت 9 شهور وولد، فهمتي؟ حملت 9 شهور وبقات تقيا كل نهار، فهمتي؟ وتخرج فيك السيلوليت وتولي غليظه وزيد. ايوا هادشي اللي بقى. الا بغيتي المساواه راه خاصك تولي تحمل وتولد. هادشي اللي كنعرف انايا. وتولي تجيك حتى لي غاكل، سمعتي؟ تتقسم لك ظهرك ودير لك دواخه وتطير عليك النعاس ايوا ديال المساواه اللي كتهضر عليها انت بطريقه متخلفه وبطريقه ستوبيد. هذه انا راه كنسميها كارما، سمعتي؟ هذه انا كنسميها كارما. داكشي اللي داروا والديكم وجدودكم في النساء، واللي ديروه الاجيال السابقه في النساء، راه ما يتعاودش. يعني واحد الاجرام وواحد التسلط، وواحد اللي كيخلي مرته يهرب عليها ويخليها بالولاد وما يتسوقش ليها، واللي ما كيعطيهاش حقوقها، واللي كيتزوج عليها، واللي كيعنفها. هاد النساء كلهم ما خداوش حقوقهم. ما كانش لا جوستيس في سميتو والو. ما عمرهم ما خداو حقوقهم هاد النساء. هذاك الشيء كنسميها انا كارما. هذه كارما ديال هاد الجيل اللي طالع. انا ماشي من هاد الجيل اللي طالع، انا من الجيل القديم فريمون القديم. فكنقول لكم راه العصر راه غادي يتغير، وبزاف الحوايج خصهم يتغيروا. وبعدا هاد المدونه راه كان خصها تكون من شحال هادي. انا ما عرفتش علاش هبطوها بعدا في هاد التوقيت. في هذا التوقيت مهبطينها، اللي باقي الزلزال باقي كاع ما طواو الصفحه ديالو جايبين هاد المدونه دابا. وانتم بعدا انا باغا كنخاطب انا المسؤولين، انتم حررتوا الشعب بعدا من العبوديه، عاد باغيين تحرروا المراه.
حررتوا المرأة تمن الدعارة. ما فهمتش انا هاد المدونة اللي كيهبطوها بعدا اش كيسميوها ما تنقزوش لي زيتاب، ما تنقزوش لي زيتاب. سمعتوا؟ حرروا بعدا ريوسكم من العبودية، حرروا بعدا المرأة من الدعارة اللي ولات مسكينة كتمشي تخرج للدعارة بطاكوس. سمعتوا؟ ولات المرأة المغربية كتبيع لحمها بطاكوس. حرروا بعدا المرأة من هاد الشيء. عاد هضروا فهاد التخربيق. اش كتنقزوا شي حوايج وكتبغيو تقلدوا الاوروبيين في شي حوايج؟ ما فهمتش انايا عا من حماره لطياره. ما فهمتش. سي فغي مزيان المراه يوليو عندها حقوقها، يولي هادشي كله، ولكن خاصكم تحرروا المراه من بزاف الحوايج، غير ماشي منها غير من هاد المساله. المراه راه خصها بعدا تحرر من الدعاره، والدعاره راه ماشي المراه كتخرج لها حيت باغا تخرج لها حيت باغا الحريه. نو، المراه راه كاين دوافع خلاوها تمارس الدعاره، خلات سمعتها ولات خايبه في العالم باسره، سواء العالم العربي او العالم الاوروبي. ما كاينش اللي ما جابش خباركم بالدعاره، ما كاينش اللي ما جاب خباركم بالدعاره. وما تقولوش لي العالم كله كيمارس الدعاره. العالم سيدي ما كيشجعش السياحه الجنسيه، ما كيقولش لهم اجيو نكحوا، اجيو الخليجيين نكحوا، راه عندنا السيبه. العالم ما كيديرش هذا الشيء. الدوله ماشي الدوله هي اللي كتخرج البنات يمارسوا الدعاره. سمعتوا؟ حنا راه الدوله، البرلمان كيعترف بانه كيستافد من الدعاره. وكتقولوا على راسكم بلد اسلامي من الفوق كتقولوا على راسكم بلد اسلامي، وفيه الدعاره مصرح بها. عادي في المغرب القاصرات يمارسوا الدعاره عادي. دابا هذاك الفلسطيني ملي جا مارس الدعاره، علاش ما شديتوش في الحبس؟ علاش لم يتم القبض عليه؟ ما فهمتش انايا. علاش لم يتم القبض عليه ومشى مع قاصرات؟ ما فهمتش علاش لم يتم القبض عليه. كيصور فيهم زعما داير مع البنات تصاور باش يبان على المكابيت اللي بحالو في ميريكان، يبان عليهم يقول لهم شوفوا خوكم راه كان كينوع، شوفوا خوكم راه كان عايش الحياه، حيت مكبوت جيعان ديال الخلا كيستغل الفقر ديال المغربيات صافي. وفي الاخر شبع فيهم معيار، في الاخر صورهم وشوههم وشبع فيهم معيار، حيت مكبوت ما كتمشي معاه حتى وحده، ما كيمشيوش معاه، ما باغيش وحده في السن ديالو، حيت انسان غير محترم وكيقول على راسو انا محترم. هو انسان غير محترم مسكين بيتهيأ له، كيقول انا الانسان كون كانوا محترمات ما يمشيوش معايا. راه حتى كون كنتي محترم ما تهبطش للمغرب تمشي معاهم، انت كون كنتي انسان محترم ما تهبطش توسخ مع القاصرات، وحده من هنا وحده من هنا، حيت مكبوت ديال الاخلاق. راه كفاش اللي بحالك انت راه كيتصاحبوا ولا كيتزوجوا بالنساء اللي في السن ديالهم. سمعتي؟ ماشي كيهبط مع وحده عندها 17 عام، عندها 16 عام، عندها 18 عام. سمعتوا؟ وتحروا بعدا من هادشي، كون كنتو رجال، كون كنتو رجال ماشي شمايت، كون خرجتوا للشوارع. انا نقول لكم من عندي، كون خرجتوا للشوارع درتوا ثورات ان المراه المغربيه خصها تتحرر من الدعاره، وان الحكومه وان الدوله خصها ترجع حقوق المغاربه، لان المغرب دوله غنيه بثرواتها، ما محتاجينش المغاربه يخرجوا يمارسوا الدعاره مع اللي يسوى واللي ما يسواش. المغرب بلد غني، وكنتو رجال كراكم كاع ما تسمحوا لهاد الدوله دير في المراه المغربيه هاد الشيء وتوصلكم لهاد الشيء كنتو رجال. ولكن نتوما ماشي رجال. ودابا كاينين شي فيديوهات كيدوروا المراه باغا الحريه ديالها، المراه المغربيه قحبه. وشكون يوصلها تولي قحبه؟ المتخلفه اللي كتهضر. شكون يوصل؟ راه السكوت ديال بحالك، ديال الشميت اللي بحالك اللي وصل المغربيه تولي قحبه وما تبقاش حامله تزوج بكمارتك. سمعتي؟ راه السكوت ديالك لانك شماته اللي كتخرج تقول المراه المغربيه قحبه وما كتصلحش للزواج، وانت كتصلح للزواج. بعدا انا ضد انكم تزوجوا، نتوما غير مؤهلين لا للزواج ولا للانجاب ولا للتلعبه. انا نقولها لكم من عندي، نتوما المغاربه ما كتصلحوا لحتى شي حاجه، لا المراه ولا الراجل ما كتصلحوا لحتى شي حاجه، لانكم ما باغيش ديروا ثورات باش بعدا تنظفوا المغرب من بزاف الحوايج. المغرب خاصو واحد التنظيف من القاع خاصو يتنظف من القاع. داكشي علاش انا كنشوف هاد المدونه غريبه وجايه من واحد اخر واحد يتكلم على العائله، اخر واحد ممكن يتكلم على العائله، مزوج بزعيطره، مزوج براجل،
وخارج كيهضر على العائله. شمن عائله هو عنده؟ عائله زعيطره. واش هو كيعطي المثل بعدا، هو كيعطي بعدا المثل بوزيتيف باش يهضر ويقول للناس، يهضر للناس على لا فامي. يشوف بعدا راسو، هو يشوف بعدا هو عائلته كي دايره، هو مطفرو بعدا، هو بمن مزوج براجل مطفرو. اي والله ينعلي ما يحشمش. غنقول لكم النصيحه الوحيده اللي غنقول لكم ايها المغاربه، سيروا حروا كركم بعدا من العبوديه، حروا كركم من العبوديه، وحروا المغربيه من الدعاره. عادا نقزوا لشي حوايج، نتوما من حماره للطياره باغيين تقلدوا الاوروبيين. عف الخوال الخاوي، كتنساو الاوروبيين اش داروا قبل، كتنساو شنو دايرين بعدا. الاوروبيين راه ما عندهمش 12 قصر. الاوروبي اللي كيحكم البلد ديالو ما عندوش 12 قصر، ماشي من حقه يسرق ثروات الشعوب ويشري بها 12 قصر. اصلا اغلب الرجال المغاربه والعرب راه كيتزوجوا على قبل النكاح، حيت مكبوتين صافي، ما كاين لا حب لا والو. وكيجي يخرج يقول لك المغربيه قحبه، انا ما نتزوجش بمغربيه، المغربيه تقحبات. وانتم راه مكابيت، راه كتزوجوا على قبل ممارسه الجنس صافي، ما كاين لا حب لا والو، ما كتعرفوا رومانسيه، ما كتعرفوا حب، ما عندكم ثقافه جنسيه، ما والو، كتزوجوا حيت مكابيت. وفي الاخر يقول لك المغربيه قحبه، كتزوج بالاجانب وكدير وكتفعل وكترك. سيروا توعاو، سيروا تقفوا راسكم، سيروا حيدوا منكم بعد العقد النفسيه والكبت. عاد فكروا في الزواج، وعاد فكروا في الاطفال، عاد فكروا في الزواج. هذا الشيء راه درت عليه موضوع في هذاك الفيديو ديال ارتفاع نسبه الطلاق في المغرب. راه درت عليهم مواضيع الانجاب، الناس غير مؤهله للانجاب وكتولدوا ضحايا وكتكرفسوا على اولادكم، وفريمون حالتكم حاله، نتوما راه غير مؤهلين اصلا الزواج. عاد هضروا على الطلاق وهضروا على التخربيق. انتم شعب غير مؤهل لا للزواج ولا للانجاب، لانكم خاصكم بعدا تحرروا من بزاف الحوايج، من الجهل ومن التخلف ومن الاميه. خاصكم توعاو، عاد تفكروا في الزواج، وفي الانجاب، عاد تفكروا في هذه المدونه. فيه بنادم كيولد مع نامبورت كي، بنادم غير مؤهل، ما كيعرف يربي، ما كيعرف هو براسو ما مربيش. اش غنقول لكم انا كنبغي نناقش هاد المواضيع باش نعطيكم على جد دورو، حيت عندي صديقات زمان باقين عايشين في المغرب، مسكينات داز عليهم هادشي بزاف، وعاشوا الهم الكحل عاشوه. داكشي علاش كنبغي نناقش هاد المواضيع. اما انا نجيت من هادشي من زمان، نجيت من هاد العقليه، ونجيت من هاد التخلف، ونجوت من هاد الوسخ، ومن هاد فريمون باز لكم كتقدروا تعيشوا في هاد المجتمع السام المريض. باز لكم هاد المجتمع فريمون المريض المكبوت اللي خاصو 20 قرن باش يتوعى وباش يفيق. وباز لكم عندكم الشجاعه تولدوا في واحد المجتمع سام ومريض، وعندكم الشجاعه تزوجوا، عندكم الشجاعه. والله الا كنقول انا عندكم الشجاعه. باز لكم. انا طلقت، كناكل العصا ما عارفاش راسي علاش كناكلها، صافي طلقت، مابقيتش حملت الزواج لحد الان. حنت ماشي المشكله ديك العصا ناخذها بلا ما كنعرف راسي اشنو درت، غير جالسه ساكته. علاش ساكته؟ كنبدا في الحوار الا ما كتعرفيش تهضري، هضرتك ديال الشراف انا كلشي صبرت في الجوع، صبرت من التكساس، صبرت في كل شيء. ملي نكون انا صابره على هادشي كله ما كنخرج ما والو، كنخرج بالاذن، ندخل بالاذن الحمام كيديني وكيجيبني، وناكل العصا. كنت المرض تضحي كاين شي حوايج تضحي بهم، ولكن باش تلقى راسك ما داير حتى شي حاجه جالس ترونكيل عاد كتجيك تصرفيقه مرملق. اشنا هي محمد السادس ما غاديش تقعد على زكوك. اش من معنى اللي قابط ثلاثه ديال الاسابيع في اجازه وغتمشي للفنيدق وتدوز العطله مع ابو زعيطر، وانت كنعرف بان الشعب المغربي مجروح من الشيء اللي حصل. الا هو الزلزال. انت ما عارفش بان الدول كلهم عاونوا الناس اللي هم متضررين، وانت قبضت الفلوس وديرتها في الشكاره وغادي تمشي دوز العطله في الفنيدق مع ابو زعيطر صاحبك.
ما بغاش يهديك الله؟ واش ابو زعيثر داك عقلك وصير تحمق؟ وانت ابو زعيثر زعما ما تكون زعما راجل؟ ماشي زعما تخرج بواحد الندوه صحفيه وتقول لي انا راني متصاحب مع الملك. ها الا كنت راجل خرج في ندوه صحفيه وقول لهم انا متصاحب مع الملك الا كنت راجل، باش نفرحوا بيك فهمتي، باش نفرحوا بيك ونديروك على العماريه انت والملك نزوجوكم يا الشماته فهمتي، لانك انت ديت العقلو يا الشماته فهمتي. بعد عليه وخليه يخدم الشعب. وانتوما يا المغاربه وعيقوا وفيقوا وعرفوا بانه شخص راه ما صالحش. احنا عايزين نفيقوا فيكم، ما بغيتوش تفيقوا، تبقى كتظن بانه راه شخص جاي من عند الاولياء دير راسو فيها نبي وراه كيدوخ عليكم. هو راه ما نبي ما والو فهمتي، هو راه ما نبي ما والو، هو ما هو من السيره ديال الرسول ما والو، راه غير كيكذب عليكم باش كيحكم الشعب المغربي، لان الشعب المغربي عقله غير صغيور. غير تمشي له الجهه ديال الانبياء اقول لك صافي هذا هو. لان علاش فاش تلقى شخص داير الصوره ديال الملك وخدم كيسجد له فهمتي، عرف بان الشعب هذا مفضي الصوالح. الاسره ديالكم مهدده. اش كاين ما كاين؟ قال لك اسيدي خص الرجال والعيالات يوليو مقادين في الارث. الله سبحانه وتعالى نزل الحكم ديالو باش المراه تاخذ النص والراجل داكشي اللي كياخذ الراجل تاخذ المراه النص ديالو الا كان خوها. هاد المهرج، هاد البهلاوان اللي باقي كيسمع ليه راه فريمون في قمه الكلاخ وفي قمه البلاده. هاد المهرج عرفتوا شحال واخد ديال الفلوس من فلوس الشعب؟ عرفتوا شحال سارق ديال الفلوس من فلوس الشعب؟ اللي خارج كيلبس عليكم جلابه وكيدير طاقيه وكيجبد الدين وكيقول لك سيدنا، وكيقول سيدنا. هذاك اللي مزوج بزعيطره، هذاك الشاد الجنسي اللي مزوج بزعيطره كيقول ليه سيدنا غادي يدير وسيدنا غادي يفعل. واش هاد البهلاوانات باقيين كتصوروا معاهم وباقيين كديروهم في الفيديوهات؟ هاد البهلاوانات خصكم تدفلوا عليهم. هادو لا يستحقون المشاهده ولا يستحقون تسمعوا لهم. هادو كيديروا لكم غسل الدماغ، لا علاقه لهم حتى بالاسلام، لا علاقه لهم بالعلمانيه، لا علاقه لهم بحتى شي دين. هادو كيعرفوا يسرقوا ثروات الشعب. هذا راه كيدور بطونوبيله واعره واخد فلوس الشعب كيتبرع بهم. هذا راه من البلاده دير فيديو مع واحد بحال هذا. خصك تعرف بانك فريمون شماته وفريمون بليد كل البلاده. كاينين شي مغاربه فيهم واحد الغباء لا علاج له، باقيين كيستمعوا لوحدين بحال هادو، كيلبسوا عليهم جلابه وكيديروا عليهم طاقيه وكيستحمروا فيهم. راه سركم والله الا سركم يديروا فيكم اكثر من هكا. انا بغيتهم يديروا فيكم اكثر من هكا لانكم شعب جاهل وشعب غبي. غالبا الحجاب يعني يطلب من المراه او تؤمر به المراه ماشي من اجل الدين. شوفوا نقول لكم واحد القضيه، خلينا نكونوا صريحين ان حتى واحد فينا حرفيا ما مسوق الاخر واش غيدخل الجنه ولا النار. فهذاك اللي غادي يجي يقول لك لا انا كنامرك بالحجاب او كنطلب منك الحجاب باش تدخلي الجنه، هذا واحد زفاط. عايزك تلتزمي بالحجاب. هذا واحد زفاط كيصفط على الناس فهمتي. حيت واش انت حليتي المشاكل ديالك؟ واش انت قطعتي الودن في رجليك؟ واش انت اساسا عارف راسك ضامن الجنه ولا ما ضامنهاش؟ واش انت سو بوين خايف عليا اكثر من راسي انك انت باغيني؟ الله يخليكم هذه الفكره انا كتجيني فكره غير مقبوله، يعني منطقيا حتى واحد ما مسوق. اوكي، فالسبب الحقيقي لترويج الحجاب بهذا الاسلوب هذا ليس تدين ولا ارضاء الله، ولكن السبب هو الحفاظ على المنظومه الذكوريه حيه، وباش يحافظ الرجل على السلطه ديالو وعلى المكانه ديالو في المجتمع، لان حتى هو كيتعرض للضغط. لان الرجل اذا كان ما فارضش على مرته الحجاب، بنته، اخته، مرته، خطيبته، امه، احيانا ينعت باقبح الاوصاف في المجتمع، كيتهموه بالديوتيه، كيتهموه انه ماشي راجل، انه ما قادرش يحكم في عيالاته. وغير هذه العباره هذه دي انت ما قادرش تحكم في مرتك، ما قادرش تحكم، بمعنى ان الفرض ديال هذا الحجاب هذا راه يساوي فرض السيطره او فرض السلطه. اذا الموضوع ما عنده شي علاقه لا بالتدين ولا بارضاء الله ولا بتا شي حاجه. هذه العباره بوحدها كتبين السبب والدافع الحقيقي من الموضوع، هو ان المراه دائما خاصها تكون تحت السيطره. هاد مولطاكوس غير ورا واحد النقطه الضعف ديال المغربيات، واللي هي انبطاح والعبوديه للاجنبي، للرجل الاجنبي. يعني الراجل الاجنبي ملي كيجي للمغرب كيولي داير واحد المعيشه بحال شي سلطان، كيدخل
كيلقى الماكله رخيصه، كيلقى اللحم المغربي رخيص، كيلقى الدريات هما كيمشيو يتلاقاو ويقلبوا عليه، كيشوفوه اجنبي كيتفتحوا. يعني هادشي غير الواقع ديال اللي عندنا حنا في المغرب. هذا مول الطاكوس هذا الفلسطيني مبين غير الواقع ديال بزاف ديال المغربيات كيديروا هذا التصرف هذا مع الاجنبي. كيشوفوا الاجنبي صافي كيتحلوا كيتلفوا، صافي كيوليو قابلا على هذاك الاجنبي باي ثمن، حتى بالطاكوس. يعني هذا الانبطاح وهذه العبوديه وهذا الحيس للاجنبي هو اللي وصلنا لهاد الشوه هذه. وحنا اللي وصلك لهاد الشوهه هما الشمايت بحالك اللي ساكتين وما كيهضروش. اللي وصل المغربيات لهاد الشوهه هما الشمايت اللي بحالك اللي ما كيخرجوش يطالبوا بحقوق المراه، اللي خرجوش يطالبوا بالحقوق، اللي ما كيخرجوش يطالبوا بالثروات، اللي ما كيخرجوش يدافعوا على المراه. والمراه راه فيها اختك وفيها امك وفيها خالتك وفيها عماتك وفيها جداتك. سمعتيني؟ راه الشمايت اللي بحالك هما اللي خلاو واحد فلسطيني بحال هذا يستغل فقر هاد المغربيات. سمعتي؟ هادو راهم قاصرات كيستغل الفقر وضعف هاد المغربيات اللي كيكونوا في حاجه ماسه للفلوس وانهم ياكلوا. سمعتيني يا الحوتاله يا المتخلف؟ الشمايت اللي بحالكم هما اللي خلاو المغربيات يوصلوا لهاد السمعه السوداء. في ترندنج حوادث منع مغربيات من دخول بعض البلدان العربية ليست بجديدة، فقد حدثت سابقا في مصر، في الكويت. الآن عاد الجدل بعد أن رفض الأردن منح تأشيرة لسيدات مغربية بسبب أنه لا يرافقها محرم. هذه الحادثة التقطها نائب اليساري في البرلمان عمر بلافريج، ورفع مذكرة مساءلة لوزير الخارجية جاء فيها رفض طلب السيدة بسبب شرط وجود مرافق ذكر لكل مغربية دون 35 سنة، الأمر الذي يعد تمييزا ضد المغربيات. شروط التأشيرة الأردنية من بينها هذه الصورة، وهذا هو ما مكتوب بالإنجليزية بالخط الأحمر، والذي تقول التأشيرات متوفرة في الحدود لكل من الدول، كل الدول ما عدا الفلسطينيين الحاملين إلى وثائق السفر من جنسيات أخرى، والإناث من المغرب من سن 16 إلى سن 35 اللاتي يسافرن بمفردهن. الدعارة راه تساهم في ميزانية الدولة، وتكون عندنا الجرأة لكي نقولها كذلك. الدعارة راه تساهم في ميزانية الدولة، وتكون عندنا الجرأة لكي نقولها كذلك. من المغربيات مشاو حتى للسعودية كيديروا بالدعارة كيف ما بغاو، لا حاسين بلا راقي. اذا الدولة عجبها هذا الشيء. وفينا ما خويا المخزن ديالكم؟ ولا شو المخزن؟ ما كاينش اللي يخرج لنا بالدليل وبالبرهان وكيف كديروا مع الجزائر. كل كان شي جزائري قالك ورا القيامه نايضه، كون كان شي جزائري اللي خرج او الجزائري اللي طلعوا هاد الهاشطاج كنقسم لكم بالله كراهم جبدوا تاريخ ديال اول امراه جزائريه مارست الدعاره، وجبدوا ليها الاسم والنسب والعائله، كراهم جبدوا حتى القبر ديالها. ولكن هادو ماشي جزائريين اللي دواو، هادو سعوديين. عاش الملك وعاش محمد السادس مهلي فينا باش الله اعلم.